موضوعنا اليوم راح يكون عن كيف تغير نفسيتك لما تكون منزعج أو مزاجك سيء. راح أعطيكم كذا خطوة شلون تقدرون تتخلصون من الضغط اللي عليكم وتتخلصون من هذا المزاج السيء ويصير عندكم راحة. أول خطوة واللي هي إنكم تتمشون لساعة كاملة، ولما تتمشوا تسمعون الموسيقى. إذا عندكم الإمكانية تتمشون بالطبيعة فأحسن شيء هي الطبيعة وبعيدا عن البشر كلهم، بيعطيكم راحة مش طبيعية. ثاني خطوة واللي هي إنه أكتب كل شيء أنا حاسة فيه هسه، يعني إذا حاسة بانزعاج أو خوف أو قلق أو أي شيء تحسون فيه اكتبوا كل مشاعركم على هاي الورقة. حتى إذا حاسين إنكم ما تعرفون شنو هو السبب اكتبوا هذا المشاعر على الورقة وبعدين ارموها وكبوها. هيك راح تحسون إنكم فرغتوا مشاعركم المقبلة، لأنه أحيانا نحن بنحتاج إنه نحكي لحدا عن مشاعرنا وعن الشغلات اللي بداخلنا، بس لما ما نقدر نحكي نقدر نكتب. الشغلة الثالثة واللي هي إنه تكتبون الشغلات اللي انتم ممتنين لها. يعني أنا بشكر ربي إنه عندي عائلة بتحبني وبتساعدني، أنا بشكر ربي إنه عندي صحة زين، أنا بشكر ربي وممتنة له إنه أنا حالتي زينة ومالي جوعانة، وكذا شغلة. يعني تقدرون تكتبون قد ما تريدون، الشي راح يساعدكم. صدقوني راح تشوفون النعم اللي انتم عندكم اياها، بس الظروف خلتكم تنسوا. بتفيد. النقطة الرابعة واللي هي انه اخذ استراحة في هذا اليوم لنفسي، فقط لنفسي. اشوف مسلسل احبه، اسوي قهوة احبه، او مشروباتي المفضلة اسويها واقعد واتابع هذا المسلسل واخذ لي هيك ساعة ساعتين 3 ساعات استراحة لنفسي بعيدا عن كل شيء يزعجني. والنقطة الخامسة واللي بتساعد انك تاخذ حمام دافي، تهتمي بجسمك، تهتم بوجهك، راح يخليك تتخلص من الضغط اللي عليك. واذا انتي كبنت تتابعين هذا الفيديو بنصحك انه تسوين مكياج خفيف بسيط، تلبسين شيء يكون حلو مرتب بس بنفس الوقت مريح، لانه يمكن راح تكوني بالبيت يعني بنفس الوقت يكون مريح وتكونين مرتاحة فيه بيه. وتحطين عطر له تأثير كلش كبير، صدقوني يخلي المزاج هيك حلو تغير. تشغلون شمعة، تخلون الوضع يكون هادي، تخلون موسيقى هادية بالبيت، هيك راح تتخلصون من هذا التوتر اللي عندكم. فبنصحكم فيه هواية مع بعض، مثلا اتحمم واهتم بنفسي واتخلص من كل شيء عندي واسوي اموري اللي بالبيت، وبعدين اروح اتمشى هيجي نص ساعة، بعدين اروح امشي لي نص ساعة او ساعة حسب الوقت اللي عندي. او اذا ما احب اطلع من البيت نهائيا بعدها اجي واشوف فيلم لمدة ساعة كاملة كمان بيفيد. اما انا بسوي حسب الحالة اللي عندي. اذا كنت حزينة جدا بكتب كل المشاعر اللي بداخلي كل شيء على الورقة وبعدين بكبه. اما اذا كنت حاسة انه لازم انجز وفي ضغط كثير علي بحب اكتب الشغلات اللي انا ممتنة لها على مود ابطئ من نفسي شوي. اما اذا كنت عصبية وما دا عارفة اقعد بمكان بروح اتمشى بيفيدني. اما لما بكون تعبانة كثير وحاسة انه مرهقة ومالي مزاج اسوي اي شيء بروح بشوف مسلسل او فيلم او برنامج انا احبه واسوي قهوتي المفضلة. اما الحمام الدافي والاهتمام بالنفس بسويهم مع الكل لحتى يساعدني انه اوصل للاسترخاء، اوصل للراحة، اتخلص من هذا المزاج السيء. فانا بنفسي مجربة هذا الشيء وساعدني كلش، لهيك حبيت اعطيكم كذا خطوة او كذا فكرة تقدرون تستفادون منها لو شنو ما كان وضعكم، وتقدرون تتخلصون من القلق اللي عندكم والضغط النفسي.
فأتمنى تقدرون تستفادون من هاي المعلومات حبايبي. وإذا أنتم عندكم أي معلومة أو أي فكرة شلون تقدرين تتخلصون من مزاجكم السيء اكتبوا لي بالتعليقات، شاركونا هذا الشيء. ولا تنسوا أيضا تشاركون هذا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم حبايبي، وابقوا بخير وراح نلتقي في فيديو جاي.